والصراحه خصنا نستافدوا من الدرس. واخا تعيا دير زوين، تاكد ان نهار توقع شي حاجه كلشي غادي يقلب عليك وغادي ينكر اي حاجه زوينه درتيها. هذه هي الضريبه على الحنيه الزايده. بزاف ديال الناس تكلموا على المنتخب المصري وقالوا انه فاز بالالقاب بالسحر والشعوذه، والحقيقه ان المنتخب المصري فاز بالالقاب ديالو لانه عارف الافارقه والخبث ديال الافارقه، كون كيتعامل معاهم بنفس الطريقه. افريقيا ما كتبغيش الحب والحنان، وهذاك الطليب والرغيب من بعد ما انسحب المنتخب السنغالي هو اللي رجعنا كنخلصوا الضريبه ديالو دابا من بعد القرار ديال الكاف. ما كانش علينا نمشيو نرغبوهم، وما كانش على ابراهيم دياز يضيع ضربه الجزاء. فينا هو فوزي القجع والعضويه في الكاف والعضويه في الفيفا. راه الا ما كانش غادي يدافع على بلادو في هذه الظرفيه هذه ويرجع الاعتبار للمغرب والمغاربه، غير يحط الصوارت ويخليها لمواليها. باش نكونوا واقعيين، فوزي القجع من نهار النهائي ديال كاس افريقيا ما خرج بشي بلاغ ولا بشي تصريح ولا دار شي ندوه صحفيه برر بها الموقف ولا شنو غادي نديروا. بالعكس عند السنغاليين ندوات صحفيه، رئيس الجامعه ديالهم تيتكلم، الاعلام عندهم خدام. حنا فينا هو الاعلام ديالنا؟ الملايين اللي ربحها المغرب من التنظيم ديال كاس افريقيا هو غادي يخلصها عقوبات. انا بقات فيا حاجه وحده، هو هذاك موتسيبي وانفانتينو اللي كانوا ساكنين في المغرب. شنو استفدنا منهم؟ راه اللي ما فهموش بزاف ديال الناس ان هاد العقوبات هادي جات ضد المغرب. هذاك الشيء اللي دار المنتخب ديال السنغال واللاعبين ديال السنغال والجماهير السنغاليه، اللجنه ديال الانضباط ما اعترفتش به وقالت ان الماتش سال في الوقت القانوني ديالو بدون شغب بدون توقف. تخيل معايا ان منتخب السنغال دار الشغب وانسحب من الماتش، اللاعبين المغاربه رغبوهم باش يرجعوا يلعبوا يكملوا الماتش، في الاخير تعاقبوا اللاعبين ديال المغاربه واللي انسحبوا كأن شيئا لم يكن. والغريب والاغرب من هذا الشيء هو العقوبات الاشرف حكيمي لانه رمى فوطه، والسيباري عقوبه ديال التوقيف زائد 100 مليون لانه كان واقف عساس على واحد. وهذيك الجماهير السنغاليه اللي كانت كتطردق في الكراسه وفي الملعب كأن شيئا لم يكن، وعاقبوا الجامعه ب 330 مليون لان الجمهور المغربي ما كانش منضبط، وهذوك اللي خدامين تيجمعوا الكواري داروا الشغب. هو فهمت السطر. وهنا كتفهم ان الاعداء ديالنا ماشي غير بعض الدول في القاره، ولكن راه حتى الكاف والاعضاء ديالها. ياك التشجيع راه مزيان نشجعوهم، ولكن هما ما جابوش كاس افريقيا، والمشاركه راه هي المهمه سيدي. او كاس افريقيا ما جابوش وغادي لكاس العالم، اش غادي دير انت؟ الطياره نبقاو كل خطره نديروا لها بالليسانس، ما عرفتيش كاين، بقاو بيا انا ضد شي فوضى تماك.